عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة يا رب. 99% من الشعب العربي وخاصة احنا كمصريين احنا محتاجين الفيديو ده. ليه بقى؟ لان كلنا بنعاني في فترة الشتاء دي من تقشير البشرة ومن جفافها، تشققات الشفاه، قشور في الجلد. فاحنا عايزين نحل كل المشكلة دي. انا هقولك على روتين سهل وبسيط، او في ناس كتير بتتفجع من كلمة روتين. خليها خطوات بسيطة هنعملوها علشان مستحيل ان شاء الله نعاني من اي مشكله من المشاكل اللي احنا قلنا عليها دي. بس ده مع الاساسيات اليوميه اللي انا بستخدمها، يعني المرطب بتاعي، الكريمات، السيرامات، الحاجات دي بتبقى اساسيه يوميه، ما ينفعش ان انا استغنى عنها. الخطوات بقى اللي بعد كده سهله وبسيطه خالص. يعني مثلا الشفايف، احنا عندنا لازم نستخدمه تقشير للشفايف. لازم. انا بدور لكم على المقشر راح فين اهو يا جماعه. بصوا، احنا لازم نعمله تقشير لشفايفنا علشان خاطر التشققات والحاجات، الجلد الميت اللي بيبقى فيها وانها بتبقى متشققه. فكل دوت هيتمنع بالتقشير. المقشر دوت بتاع ايفا حلو جدا بصراحه، ومش اول مره اجربه، يعني بينقذني. حلو جدا. هو احلى حاجه فيه كمان ريحته، الحبيبات بتاعته رقيقه جدا جدا. انتي ممكن لو انتي ليكي بقى بال طويل او انتي فاضيه، ممكن انتي تعملي اي مقشر في البيت، حبيباته تكون بسيطه، اعملي. اللي بعده احنا لازم في الاسبوع اساسي لازم نعمله ماسك للبشره. في ماسكات بتبقى جاهزه، ده مثلا اللي هو بالكولاجين، وانا بحب جدا الحاجات اللي فيها الكولاجين والحاجات اللي هي فيها هيرولونيك اسيد، لان دول بيرطبوا البشره بشكل كبير. ومن وقت للتاني على فكره بعمل وصفات طبيعيه عادي خالص، لكن انا بتكلم لو انا مستعجله. في الشيت ماسك ده، الشيتات دي بالنسبه لي بتبقى يعني منقذه بجد. اهو برضو ده، بصوا بالهيرولونيك. زي ما قلت لكم انا بحب جدا الحاجات اللي بيبقى فيها هيرولونيك. والشيتات دي بقى بتاعت الناس اللي هي الكسلانه اللي زي حالاتي شويه، او ما عندهاش وقت زي ما بقول. انت كمان مثلا ما عندكيش تقدري تعملي الماسكات اللي بتجيب نتيجه على بشرتك وانت بترتاحي لها. وهقول لك بقى على تركية حلوة جدا. عارفين الهيرولونيك السيرم بتاع بشرتك، وانتي بتحطيه على بشرتك، خدي منه نقطتين على ايدك. تمام، اوعي تنسي الحاجة البسيطة دي. وكمان على رقبتك هيفرق معاكي كتير. مش بس كده، المرطب كمان بتاع عينك هو اصلا معمول ويعني مخصصينه علشان حوالين العين دي منطقة حساسة، فخدي منها نقطة وانتي بتحطي حوالين عينك، حطي كمان منها حوالين شفايفك علشان ما يحصلكيش اسمرار اللي هو بيطلع بين جنب الشفايف ده. دي هتفرق برضو معاكي كتير. استخدمي بقى الصابون المغربي، اي صابون مغربي انت ترتاحي له وبتحبيه استخدميه على الاقل مره كل 10 ايام، ده اساسي. علشان طبعا عارفين فوائد الحمام المغربي، هيزيل بقى الجلد الميت، عايزه ترطبي جلدك، عايزه نعومه، الكلام ده كله مع استخدامنا المستمر للصابون المغربي كل دوت هنلاقوه موجود. وطبعا استبدلي الليفه بتاعتك بالليفه اللي هي المغربي، في الناحيه اللي هي بتبقى الخشنه دي، وفي الناحيه التانية اللي هي بتبقى الناعمه. حسب جسمك بقى ما يستحمل استخدميها عادي. وفي كمان عايزه اوريكم الليفه دي اللي هي عامله زي السفنجه، دي صيني، دي مقفوله. انا عندي واحده اوريدي فاتحاها في التويلت. دي على فكره خطيره، انت بتبليها حاجه بسيطه او بتبلي جسمك وبتمشيها عليكي على الناشف كده بتطلع بلاوي. معذره. اللي بعده كمان، انت بقى عايزين في الشتا دوت نضاعفوا الترطيب. يعني احنا في الصيف بنكتفي باللوشن اللي احنا بنحطوه او الكريم بتاع جسمنا وخلاص. لا، الشتاء احنا عايزين نضاعف الترطيب. هنضاعفوا الترطيب، اللوشن بتاعك بقى ايا كان اللي انت بتستخدميه، ونحطه بقى عليه ايه. عايزين دراي اويل او اي بيبي اويل. خدي كده برضو قطرات وحطيها بعد اللوشن، بعد البشره ما تمتص اللوشن. حطي الدراي اويل بتاع بلانكي ده، خطير، حلو جدا جدا على البشره، وبيدي لمعه حلوه وبيدي ترطيب وبيدي نعومه. مفيش حلاوه بعد كده.
الناس بقى اللي هي بتحب ريحتها تبقى فواحة اكتر، في نعومة، في لمعان في جسمها، اللي يبقى لازم تستخدمي مخمرية، دي لازم اساسي. بصوا هوريكم انا عندي كمية مخمريات فظيعة. او ماي جاد على ريحتها، والله ريحتها فظيعة فظيعة، وبتقعد معاكي ايه بقى يعني باليوم والاتنين، ريحتها حلوة جدا. هوريها لكم دلوقتي على الايد. بصوا بصوا اللمعة اللي اديتها، شايفين لمعة جنان حلوة جدا، بحبها قوي قوي قوي. وهي على الجسم خطيرة، ده غير ريحتها يعني اللمعة اللي بتعملها والترطيب، لا والريحة يعني. ومش غاليين على فكرة، في منهم حاجات سعرها معقول نقدروا كلنا نجيبه. اللي بعد كده بقى العين، لازم طبعا نهتم بحوالين عينينا عشان التجاعيد ما تظهرش بدري، والخطوط اللي هي بتبقى الرفيعة. ابسط حاجة انت ممكن تعمليها الخيار، ده احسن ماسك انت ممكن تعمليه للعين. انا باخد الخيارة زي ما هي، بحطها في التلاجة وبستخدمها وهي ساقعة، امشيها حوالين عيني شوية، وبعدين اقطع الجزء اللي انا مشيته حوالين عيني وارميه، واحط الباقي تاني، بس طبعا بيبقى في كيسة عشان ما يلقطش من اي روائح او من اي اكل موجود، واحطه تاني في التلاجة، وهكذا استخدمه. ممكن استخدمه كل يوم، ما بزهقش اطلاقا اطلاقا، وبحب الحركة دي اول ما اصحى من النوم، وممكن ساعات بستخدمها بالليل عادي مفيش مشكلة خالص. وكمان القهوة على الفازلين، وحطيهم سقعيهم برضو، وبعدين حطيهم تحت عينك، برضو خطيرة حلوة جدا. ممكن بقى انت تعملي ايه؟ العصير بتاع الخيار بقى اضربيه في التلاجة، يا اما ابشريه على الناحية الصغيرة خالص، وبعدين صفيه، وخدي بقى العصير بتاعه على نص معلقة زيت زيتون، على كام نقطة بس عسل، وقلبيهم كويس وسقعيهم شوية، وبعدين حطيهم. ليه كل حاجة بنقول نسقعوها؟ لان الحاجة الساقعة دي بتشيل الانتفاخات، وبتساعدنا في ان احنا مع الوقت تزيل الهالات السوداء اللي بتطلع لنا، وهيدي نضارة حلوة قوي حوالين العين. وكمان ما ننساش حاجة مهمة جدا، التقشير بتاع البشرة بتاع وشنا، اقصد المرة دي بتاع وشنا، لان التقشير كلنا عارفين فوائده حلوة جدا، وهيطلع بقى الجلد الميت. وكمان لو انا عندي غمقان او في حتة اسمرت من حتة مكان الطرح بتاعتنا والشمس، بيبقى في ناحية افتح من ناحية او ناحية اغمق من ناحية، فاحنا عايزين نوحده لون البشرة، ده مش هيتوحد الا اذا انا عملت تقشير للجلد عشان يفتح ويوحد لون بشرتي. ومن الحاجات اللي انا ارشحها لكم بقى بجد بجد بقوه، اللي هو المقشر دوت بقارات اللؤلؤ الابيض، ده تحفه جدا في التقشير بتاع الوش، حلو قوي، استخدموه مش هتندموا. واخيرا بقى ما تنسيش تدعي لي في الكومنتات، ولايك وشير عشان الكل يستفيد، واشتركي في القناه لو مش مشتركه، واستنيني في فيديو جديد.